مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية المفصلة الخاصة بأحوال الطقس في الجزائر. وفقا للتوقعات الخاصة بالأيام القادمة من المرتقب أن تشهد الجزائر نزول أمطار وعواصف رعدية على الولايات الوسطى والشمالية الغربية من البلاد خلال الأسبوع المقبل. وحسب آخر تحديث للنموذج الأوروبي تشير صور الأقمار الاصطناعية إلى نزول كتلة هوائية باردة تؤثر على الولايات الوسطى والشمالية الغربية بالإضافة إلى الولايات الشرقية الجزائرية. كما تتوقع النماذج الرقمية الأخيرة أن تشهد معظم الولايات الجزائرية تغيرا ملحوظا في الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة، مع اقتراب جبهة ممطرة تؤثر على الولايات الوسطى والشمالية الغربية. نوافيكم بآخر المستجدات خلال نشراتنا القادمة، لذا ندعوكم للاشتراك في القناة فضلا وليس أمرا ليصلكم كل جديد. وكما تلاحظون فإن الأجواء غير مستقرة حاليا، مع نزول أمطار وعواصف رعدية في مناطق مثل سوق أهراس، عنابة، سكيكدة، قسنطينة، سطيف، بالإضافة إلى الولايات الوسطى والشمالية الغربية. لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. نلتقي في نشرة قادمة بحول الله.